فلوس وسعادة وحظ في الطريق لثلاث أبراج محظوظة، وبرج فلكي هياخد ترقية كبيرة في 2026 حسب توقعات ميشيل حايك 2026. وأبرز هذه الأبراج هو برج الثور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي وأحباء محبة ومتابعي عالم الفلك والأبراج والأرقام، تحية طيبة مني لكم. أول برج هنتكلم عنه النهاردة واللي قال عنه ميشيل حايك هو برج الثور. بحسب توقعات ميشيل حايك 2026 تشير إلى أن برج الثور سيشهد عاما استثنائيا من حيث المال والسعادة. سيتمكن أيضا مواليد برج الثور على استثمار أموالهم بشكل ذكي وتحقيق أرباح ضخمة. قد تكون هناك فرص سفر ومغامرات مهنية تساهمهم في رفع مستواهم الاجتماعي. سيكون لديهم أيضا شعور بالاستقرار المالي والراحة العاطفية. ستكون الأيام القادمة مليئة بالتحديات التي سيجدون نفسهم في تجاوزات بمهارة. دي بالنسبة لمواليد برج الثور. تاني برج عنه اتكلم عنه ميشيل حايك هو برج الأسد. برج الأسد هنشوف ونتكلم عنه. قال لك إيه ميشيل حايك؟ توقعات ميشيل حايك لبرج الأسد 2026 أيضا تشير أن الأسد عنده يحقق تطورات مهنية رائعة. ستتاح لهم فرص عديدة لإظهار مهاراتهم القيادية في العمل. احنا عارفين ان برج الأسد برج قيادي. ستكون هناك فرص مالية غير متوقعة، قد تكون على شكل مكافآت أو زيادات في الراتب. أما من الناحية العاطفية فسوف يشهدون تحسنا ملحوظا في علاقتهم مع ظهور شريك حياتهم المثالي. ده بالنسبة لمواليد برج الأسد. تالت برج اتكلم عنه ميشيل حايك هو برج العقرب. توقعات ميشيل حايك 2026 لبرج العقرب. برج العقرب سيعيش عاما مليئا بالنجاح والفرص الكبيرة. أيضا سيحققون مكاسب مالية كبيرة سواء من خلال استثماراتهم أو من خلال فرص مهنية، سواء من خلال استثماراتهم أو فرص مهنية جديدة. أيضا هذه السنة ستكون أيضا سنة الشجاعة والتحدي بالنسبة لهم. العقرب سيحمل له فرص لتوسيع دائرة معارفه، مما يفتح أمامه أبوابا جديدة في حياته الشخصية والمهنية. طبعا معارفه بالأشخاص الجدد دولت هتفتح ليه أبواب الخير والسعادة والرزق، لو سواء بقى من صداقة أو قرابة. أما البرج الذي سيحصل على ترقية كبيرا هو برج الدلو. برج الدلو اتكلم عنه ميشيل حايك وقال لك برج الدلو منها هو البرج التي ستحظى بترقية كبيرة هذا العام. سيشعر مواليد برج بدفعة قوية في حياتهم المهنية، قد يحصلون على فرص الترقية لم تكن في الحسبان. سيكون لديهم دور أكبر في مشاريع هامة داخل مكان عملهم. هي دي كل توقعات ميشيل حايك. أتمنى لكم التوفيق والنجاح، ويا ريت ما تنسونيش بكومنت كويس وتعليق وقول لي برجك ايه عشان اقدر اتكلم عنه الفيديو القادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.